اهلا وسهلا بكم تاني. النهارده هنتكلم عن موضوع بيشغل كل بال كل ست قربت على الولاده، محفزات الولاده الطبيعيه. ازاي نساعد جسمنا يبدا عمليه الولاده من غير تدخل طبي؟ يلا بينا نعرف النصائح الامنه اللي متجربه. اولا اهم حاجه قبل اي حاجه كلم الدكتور الاول، ما تعمليش اي حاجه من نفسك. كل اللي هنتكلم عليه ده مناسب للستات اللي وصلت للاسبوع 39 فما فوق. مفيش طريقه مضمونه 100%، ولكن دي طرق بتساعدك لو جسمك مستعد. المحفزات الطبيعيه الامنه، اول حاجه واهم حاجه والاساسيه المشي اليومي، خصوصا لو في نزول وهبوط. بيساعد نزول راس البيبي في الحوض وبيزيد الطلق الطبيعي لو الرحم مستعد. التمارين زي الكيجل او السكوات بيوسع الحوض وبيساعد البيبي ينزل، بالذات تمارين كيجل بتقوي عضلات الحوض وبتسهل الدفع. العلاقه الزوجيه، السائل البنوي للزوج بيحتوي على البروستاجلاندين، وهو ماده بتساعد على ليونه عنق الرحم. لو ممنوعين لسبب طبي بلاش طبعا. تحفيز الحلمات، تحفيز الحلمه بيساعد افراز هرمون الاكسيتوسين اللي بيساعد في انقباض الرحم. اعمليها بحرص، ولو حسيتي بانقباضات قويه وقفي. الاكل والشرب، التمر بيقال انه بيسر الولاده ومفيد بشكل عام، ولكن مفيش اساس علمي. الاناناس بيقال فيه انزيمات بتساعد في ليونه عنق الرحم. الاسترخاء، التوتر والقلق بيأخروا الولاده. حاولي تهدي اعصابك، نامي كويس وخدي حمام دافي واستنشقي روايح مريحه. ايه المحفزات الممنوعه او الخطيره؟ اي اعشاب او ادويه من غير استشاره الطبيب، الرياضه العنيفه او الاجهاد الزايد، الوخز بالابر او المساج من غير متخصص. اعرفي امتى تروحي للمستشفى. لو حسيتي بانقباضات منتظمه ومتواصله كل 5 دقائق، لو نزل عليك ميه، لو حسيت ان الحركه قلت. الخلاصه، الولاده عمليه طبيعيه وجسمك ادرى بيها. استمعي ليه ودي اشاره انك مستعده، ما تستعجليش. انتظري لحظه ربنا المكتوب ليكي فيها الولاده. كل ولاده ليها ظروفها، والاهم هو سلامتك وسلامه البيبي. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشيروه لكل اللي ممكن يكونوا محتاجين المعلومه دي، واكتبوا لنا في الكومنتات اذا جربتوا اي طريقه ونجحت معاكم.